اليوم؟ خبرنا. رح خبرك بالتفاصيل بس هجيب الورقه لانه في ناس بقوا يناموا معنا كل الليل بامن الدوله محامين منهم ساسيل والنائب خلف واستاذ شكري ورالف بس نعدهم. تفكرون يعني؟ ايه طبعا لانه بقوا معنا 30 ساعه بالمركز. بدي خبرك عن القصص اللي صارت جوا. قلت تعامل كان منيح. جينا على امن الدوله الدكواني اول شيء جبل لبنان. رجعنا رحنا اخذونا على الصديق وبس بدنا ننزل من السياره. رجعنا رحنا على المديريه. بعتقد لا امن الدوله ولا جبل لبنان ولا المديرين كانوا عارفين انه في بحث وتحري فيه. من هيك عم اقول لك اللي صاير شيء شوي غريب. بترك المحامين يفسروا الموضوع. طلع في بحث وتحري فخ قضائي مثل ما انا عم اقول بترك المحامين يحكوا لانه انا صراحه بفهم قد ما بفهم بالقانون القصص ما بفهم فيها بقول ما بفهم فيها. انا بعرف التحقيق طلعت النشره قال لي المحقق فيك بحث وتحري بدك تضل عنا. كيف طلع اي اساس ومين طلع صار ما بفهم فيها وحياتك. في تعهد لحتى ما بقى ترجع يعني تقوم باعمال شغب. هل ايه مثل ما بدك تعهد عدم تعرض للاصل العادل. نحن ولا مره تعرضنا للاصل العادل اصلا الا هالمره لأثر استفزاز. نحن نعتبر الاصل العادل من يمنا وبده يجيب لنا حقوقنا. فبعتقد اللي صار ممكن اوكي كان في رده فعل عنيفه بس الاساس هلا بشوف كيف يتبع التحقيق يمشي ملف 4 اب. واللي صار بالنسبه للقضيه شغله فينا نقول هذا درس كان لك يعني؟ ما في شيء دارس. انا شو كان بدهم يعني خلال توقيفك؟ مش الي وحده لكل الاهالي. هذا عم بقول لكل الاهالي انه بدكم تزهقوا بدكم نلت فيكم بدنا نبهدلكم بدكم تزهقوا. نحن مش حنزهق بدنا نكفي بالتحقيق للاخر بدنا نعرف كيف ماتوا ب4 اب العالم.